المرأة المصرية هي رمز للعطاء والتضحية، وهي القوة الدافعة للتغيير والتطور في المجتمع. إنها الأم والمربية والمعلمة والطبيبة والمهندسة والعالمة، فهي بطلة في كل ميدان. من بودكاست مصر الجابي بنرحب بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة عن طبيبة الإنسانية وطبيبة الغلابة، الدكتورة نهال الشقنقيري، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الإسكندرية. وهبت دكتور نهال حياتها لعمل الخير بمجال طب عيون الأطفال، فكرست حياتها على مدار ما يقرب من 26 عام، واتخذت من الطب مهنتها لعمل الخير. وهبت حياتها كلها لتكون نور عيون الأطفال البسطاء وأسرهم اللي بتجري عمليات ليهم بالمجان في المستشفى الجامعي بالإسكندرية. تعتبر دكتور نهال نموذج يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، وإسهاما في خدمة المجتمع لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية في مجال تخصصها طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بقسم الرمد، اللي ساهمت من خلاله في إجراء الآلاف من العمليات الجراحية للأطفال البسطاء من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى والصعيد بدون أجر، حتى وصل علمها إلى دول أخرى. وتقديرا لإسهاماتها، فقد تم اختيارها ضمن أكثر من 100 شخصية تأثيرا على مستوى العالم في طب وجراحة العيون لعام 2021. وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية اللي نظمته وزارتها التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والمجلس القومي للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة. وكرمها أيضا مجلس جامعة الإسكندرية في مارس 2018 لجهودها في تقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها بالمستشفى الميري المجاني مركز جراحات اليوم الواحد. نتمنى لدكتور نهال المزيد والمزيد من النجاح، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.